زميلك او مثلا مديرك او حاجة، وبيقولك مثلا يعني اعمل كذا، وانت مش عايز تعمل الحاجة دي، او انت مش مقتنع بيها، تمام، اعملها له يعني. ماشي. هو يعني بالذات المدير لما بيبقى عايز منك حاجة، شايفك ان انت بيطلب منك الحاجة دي عشان شايف ان انت اللي هتقدر تعملها له، تمام. فممكن لو انت حتى مش مقتنع يعني اعملها له، تمام. اعملها له وريح دماغك عشان ما توجعش دماغك وتعند معاه، لان المدير ما ينفعش ان احنا نعند معاه، دي معروفة طبعا يعني. فما ينفعش ان انت تعند مع المدير بتاعك، اولا هيحطك في دماغه، ثانيا يعني هيخصم لك من المرتب طبعا، واحنا مش ناقصين خصومات في الفترة اللي احنا فيها دي، مش مستحملة خالص خصومات. آم، ثالثا هياخد عنك فكرة ان انت بتعند معاه وان انت ايه، حاطط ندك بنده، وهم المديرين ما بيحبوش ان انت تتكلم معاهم كتير او تاخد وتدي معاهم في موضوع هم عايزينه. لما يقولك عايز حاجة اعملها له عادي، مفيش مشكلة يعني، حتى لو انت مش مقتنع، بدل هو قال اعمل كده اعمل كده وخلاص. لكن لو واحد زميلك في الشغل يعني ممكن برضو ايه يعني، ممكن تاخده على قد عقله برضو وتعملها يعني عادي، يعني مفيش مشكلة. يعني في ناس اعرفها، آه تيجي واحدة مثلا يعني ليها زميلة، تمام، في الشغل، فزميلتها في المكتب بتقول لها ايه، انتي اما تروحي المكان الفلاني اعملي كذا عشان انا بعمل كذا. راحت هي طالعه فيها وقايله لها لا، وانا مش هعمل كده، انا وانتي عايزه زي ما انتي بتعملي انا اعمل؟ لا انا مش هعمل كده، انا هعمل اللي انا عايزاه أنا. على فكرة انتي ممكن تاخديها على قد عقلها وتقولي لها ماشي، او يعني او طيب ماشي، انتي مش خسرانة حاجة، بدل التوتر والنزناز ده ما بينكو. يعني انتي ليه يعني تقولي لها لا مش هعمل، لا انا حرة في نفسي، لا انا هعمل اللي انا شايفاه، لا انا اللي هيجي على مزاجي هعمله. لا أنا ماشي، وانتي برضو اللي يجي على مزاجك يعمليه، مش لازم ان انتي تقولي لها لا انا هعمل اللي انا عايزاه، لا انا مش عارف ايه. ما تاخديها على قد عقلها وتقولي لها ماشي. انت خسرانه ايه لما يا جماعه لما بتاخدوا اللي قدامكم على قد عقله؟ انتوا مش بتبقوا ضعفاء يعني، والله انتوا بتريحوا دماغكم وبتعملوا اللي انتوا عايزينه في نفس الوقت. يعني مش لازم ان انتوا بتريحوا اللي قدامكم ان انتوا تعملوا له اللي هو عايزه، لا انتوا بتريحوا دماغكم من الوجع الدماغ والزن والنكد والقرف، وفي نفس الوقت بتعملوا اللي انتوا عايزينه، يعني انتوا كسبانين في كل الحالات. طب ليه مش بتعملوا كده؟ ليه بنجيب وجع القلب لنفسنا ووجع الدماغ لنفسنا؟ وبعدين مش حكاية كمان في الشغل بس، يعني ممكن كمان بين الازواج، يعني الموضوع ده بين الازواج كمان. اما مثلا جوزك يجي يقولك اعملي كذا، لا انا مش هعمل، ماليش مزاج، لا انا مش عارف ايه. طب ما يعني ما تهوديه وهتعملي برضو اللي انت عايزاه عادي، يعني انت خسرانه حاجه؟ واحنا لما بنهود بعض يا جماعه يعني احنا خسرانين حاجه؟ عادي، هوديه. يا وبالذات الراجل عامل زي الطفل الصغير، لازم تهوديه ولازم يعني تطوعيه كده، وبعد كده عايزه تعملي اللي انت عايزاه عادي. هو اساسا ممكن يسيبك تعملي اللي انت عايزاه لو انت قلتي له ماشي اللي انت عايزه، يعني هو من نفسه ممكن يقولك طب خلاص، طب انت شايفه ايه في الموضوع ده؟ انت بقى تقولي له مثلا كذا، يقولك طيب ماشي اعملي كذا لما يلاقيكي. لكن لما يلاقيكي بتعندي وبتشدي قدامه، هو كمان هيعند، هو مش هيبقى يعني، هيصمم على اللي هو عايزه. ونفس الحالة برضو في الشغل، والمدير وصحابك اي حد بيلاقي حد قدامه بيعند بيصمم هو على الحاجة اللي هو عايزها. لكن وانت لو سبت الحاجة كده عادي، وخدت كل واحد على قد عقله، وخدت كل واحد وكده وسيسته، وخدت الكلام منه وسيسته وعملت اللي انت عايزه، محدش هيقولك انت بتعمل ايه.
يمكن احنا اللي بنجيب النكد لنفسنا، ونجيب الزن لنفسنا، ونجيب القرف لنفسنا، ونفضل نعند، وانا هعمل برضو اللي انا عايزه، وانا مش عارف ايه، وانا هروح وانا هاجي. طب ما عادي، ما تروح وتيجي وتعمل اللي انت عايزه بالسياسة والمسايسة وكل حاجة. حتى زميلتي دي بقول لها طب ماشي، كنت قلت لها مثلا ماشي تمام، انا اما اروح المكان ده هعمل كده، وايه ده، لا والله ايه ده، وجاب ايه، خدي على تعالى يعني. تقول لي لا، ازاي؟ لا دي قالت قبل كده ان انا مش ما بحبش حد، يعني انا بمشي، انا مش عارفه قالت حاجه كده. فهي زميلتي بقى واخده بقى على الكلمه دي، ان لا زي ما هي قالت قبل كده انا همشي على بقى اللي هي قالته، انا كمان هعمل كده. يا جماعه، طب ما عادي تقولي اللي تقوله، وانتي برضو هتعملي اللي انتي عايزاه، بس انتي بتسايسي امورك، بتقولي يعني ايه وجهة نظرها، يعني لا انا زي ما هي قالت كده انا قلت كده عشان ابقى خدت حقي، ازاي هي تقول كده وانا ما اقولش؟ هي احسن مني في حاجه؟ فهي ما بتتحسبش كده يا جماعه. والله ريحوا دماغكم وكبروا دماغكم، واي حد بيقول لكم حاجه ما تفضلوش تقوحوا قدامه، وانا لا، وانا ازاي، وانت تقول كده، لا انا هعمل اللي في دماغي وهمشي اللي في دماغي، وانت عاجبك ولا مش عاجبك، انا حر في نفسي، انا هعمل، انا هسوي. وتخبط مع المدير بتاعك ويخصم لك ويكرهك ويعمل لك. حاضر ونعم دي بتريح والله العظيم، سواء بقى لمدير، لزوج، لزوجة، اي حاضر ونعم دي بتريح الدماغ. قول حاضر ونعم واعمل اللي في دماغك عادي، مفيش مشكلة، محدش ساعتها هيلومك. المهم ان انت قلت في البداية حاضر ونعم. حاضر ونعم دي يعني بالنسبة للناس ان دي حاجة، انت كده يعني ودتني في حتة تانية ما قلت لي حاضر ونعم وسمعت كلامي. انت بيبدو عليك ان انت سمعت كلامي، بس دي حاجة بتفرح ان انت سمعت كلامي او حاجة وعملت من ورايا اللي انت عايزه، مفيش مشكلة. ممكن ما لاحظت اساسا ان انت عملت اللي انت عايزه، بس انت قلت لي بقى حاجة في الاول كده فرحتني، اللي هو حاضر او نعم. ف عادي، كلمة مش هتكلفك كتير يعني لما تقول حاضر او نعم يعني. لما تسايس امورك مش هيكلفك كتير، مش هتخس يعني لما تسايس امورك. ما تسايس امورك مع اي حد يا جماعة، يعني برضو حماتك سايسي امورك معاها، حماكي سايسي امورك معاه، جوزك، ابنك، عادي يعني، قرايبك سايسي امورك، يعني مش لازم كل حاجة تقفي عليها وتعملي مشكلة. وانا هردها زي ما هي قالت، انا هردها لها زي ما هو قال، انا هردها له زي مش عارفه ايه. مش مقياس يا جماعه ان احنا نجيب لنفسنا وجع الدماغ، يعني احنا فينا اللي مكفينا. ما تجيبوش لنفسكم وجع الدماغ ووجع القلب. وبس كده. اشتركوا بقى في القناه وشجعوني عشان اعمل فيديوهات تانية كتير، واعملوا لايك للفيديو، وقولوا لي في التعليقات انت او انتي بتريحي دماغك وبتكبري دماغك زي ما انا قلت وبتمشي امورك، ولا لازم ان انتي تمشي اللي في دماغك وتعندي او تعند.